السلام عليكم خوتي، معكم الزاهر رضا في سلسلة ملخصات دروس أولى بكالوريا باش نستعدوا امتحان الجهوي. واليوم مع ثاني درس من مدخل قسط حق النفس الصبر واليقين. وعلى بركة الله نبداو لا فيديو ديالنا. ملخص درس حق النفس الصبر واليقين. أولا، الصبر واليقين المفهوم والتجليات. نتعرفوا على مفهوم الصبر. الصبر هو القدرة على تحمل شدائد في ثبات واطمئنان من غير جزع. تجلياته: الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، والصبر عن الابتلاء والمحن. مفهوم اليقين: اليقين هو الخبر الحق الثابت الراسخ رسوخا جازما. وتجلياته، تجليات اليقين، هو التوكل على الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. سورة النمل آية 79. الرضا بقضاء الله وحكمه، فلا يخشى ولا يهاب غير الله. الهدى والفلاح في الدارين. الدارين بمعنى الدنيا والآخرة. الهدى والفلاح في الدنيا والآخرة. المضي على الحق في الحياة بعزم وثبات، فلا يفتن المؤمن بملذات الحياة ولا يغتر بجمالها الزائل. ثانيا، علاقة الصبر باليقين في الإيمان والعمل. علاقة الصبر باليقين هي علاقة قوية لها آثار واضحة على الإيمان والعمل الصالح. الصبر نصف الإيمان واليقين إيمان كله. من ثمرات الصبر واليقين الرضا بقضاء الله وقدره. الصبر واليقين يورث الإمامة في الدين لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. سورة السجدة آية 24. الصبر واليقين أساس ثبات الإيمان. نموذج صبر أيوب. صبر أيوب عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يقين يعقوب عليه السلام بوعد الله وإقرار عينه برجوع ابنيه. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. سورة يوسف آية 83. صبر الرسول عليه الصلاة والسلام على حصار وأذية المشركين وعلى شروطهم المجحفة في صلح الحديبية ويقينه بفرجه سبحانه وتعالى. والحمد لله كانت سببا، كيف ما شفنا في درس صلح الحديبية، هاد الشروط كانت سببا في فتح مكة ولله الحمد. حتى هنا غادي نكونوا سالينا الملخص ديالنا. كيتمنى يكون نال اعجابكم ويكون كلشي واضح، وما تنساش معك واحد لايك وابوني تشجعني نعطيك اكثر، والله يوفق الجميع.